ماشي. أنا بس حبيت أتكلم معاك عشان خاطر العيش والملح. عيش وملح؟ تعرف أنت يعني العيش والملح؟ العيش والملح علمك إنك تخون صاحبك وتأذيه؟ أنا عمري ما أذيتك. شغلك مع هتلر في إيه غير إنك تأذيني؟ بشتغل معاه في حاجات مالهاش علاقة بيك يا زين. بسهل له نقل حتتين آثار، أعرفه أماكن البلاد، حاجات كلها مش هتضر حد، بس هتفيدني أنا. فاكر يوم ما حلفنا القسم يا زياد؟ فاكر لما بكيت؟ قلت لي انت ازاي تبكي في يوم زي ده؟ قلت لك علشان دي اتقل مسؤولية شلتها في حياتي. ما تفكك يا ابني من الشعارات الكذابة دي. هتلر اللي انت بتحاربه ده ابنه ما عادش يومين في النيابة. عارف ليه؟ علشان السلطة دلوقتي مش سلطة قانون، سلطة فلوس. ابويا كان عايش بالشعارات الكذابة بتاعتك دي. في الاخر اخد ايه؟ طلع لواء على المعاش. عيشنا عمرنا كله في حتة شقة في مدينة نصر 90 متر. أنا معاك. أبويا طلعني ابن ناس، بس ما سابليش اللي يعيشني وسط ولاد الناس. شغلي مع هتلر واللي زيه عوضني عن كل الحرمان اللي أنا شفته. لو كنت رضيت بمرتبك يمكن ما كنتش تعرف تعيش في المستوى اللي انت عايش فيه دلوقتي، بس كنت لما تحط راسك على المخدة كنت هتعرف تنام، كنت هتعرف تبص لروحك في المراية اللي لو بصيت فيها دلوقتي مش هتعرف نفسك. أنا كل ده مش فارق معايا. أنا اللي فارق معايا حاجة واحدة بس، إنك لازم تعرف إن أنا عمري ما أذيتك. اللي يأذي بلده ويخون مهنته ويقبل على نفسه الحرام يخون أي حد، حتى لو صاحبه اللي واكل معاه عيش وملح. ماشي يا زين، أنا عملت اللي عليا. عايز تصدق صدق، مش عايز تصدق أنت حر. سلم نفسك يا زياد. كل الاعترافات اللي قلتها مسجلة صوت وصورة. خدوه على البوكس. ما مصدقاش زياد يطلع مني كل ده. والنبي يما ولا انا. زياد اللي كنت بتطبخي لي بيدك ده زين وقف معاه وقفه رجاله اول ما اتنقل هنا، وعمل معاها اللي اخوه ما يعملوش. بقى يبقى عايز يقتله ويحبسه. ما هي الضربة ما بتجيش غير من القريبين، وكل ما كانوا قريبين أكتر كل ما الوجع كان أكتر. الله يكون في عونه زين يما، ما بقاش هاسك في حد ابدا. ولدي راجل وجدع، عشان كده صمم انه يمسكه ويسلمه بيده. زين لو ما عملش كده ما يبقاش زين اللي مربيني. زين يما حلف اليمين على القريب قبل الغريب. ربنا يحميك يا ولدي ويسلم طريقك يا رب. بيت بقول لك ايه، ما نفسكش في حبه مش، حته ملوحه كلب، شويه فول بدمعه، ما نفسكش حتى في حته فاكهه مش موجوده؟ وانا هيبقى ليه يما نفسي في كلب ملوح؟ لا يما ما نفسيش انا في كلب ملوح. يعني مش حامل؟ لا يما مش حامل. ليه يا بنت؟ ليه؟ عايزه تخلفي امتى؟ بعد 10 سنين عاد ولا ايه؟ لسه يما ما انش الاوان، انا عندي جامعه. بعدين يما عيب ما تتكلميش في الحاجات دي اسرار بيوت. اسرار بيوت؟ بقالك بيت يا عفشه. طب قوم يا بنت، قومي اجري روحي بيتك، امشي. فرحانه هاتلي الطرحه خليني اغور من هنا. كسلانه يا بنت، تبقي حامل. لا دافع غرامة ولا دافع العربون. He's not going to pay. So what, you're changing arrangements from day to day? What's next? You're gonna ask us to pay you money? الكلام بيتغير من يوم للتاني. انت كده هتطلب مننا فلوس مرة اللي جاية؟ ممكن. It's possible. And the reason? والسبب؟ بدي أظلم وانتوا اللي ابتديتوا. An eye for eye and you started. All this because we said we'd notify the authorities about your work.
كله ده عشان قلت لك اننا هنبلغ عليك. خلقش لسه اللي يهددني. But there is one that can liquidate you. بس اتخلع حد اللي هيصفيك. هكون بعتلكم في شوال طماطم. I will send them to you in a sack of tomatoes. So give back the deposit and we'll conclude the business. رجع العربون وهنقفل الابواب. مش هرجع حاجة. واعلى ما في خيلكم اركبوه. خليه يعمل حسابه قبل ما يصفيني او يبلغ عني. شمشون هد المعبد. هتلر هيهد الدنيا على دماغكم. خلصنا. ان شاء الله تكون كلمت اللي اسمه زين ده عشان نخلص منه. ما كلمتوش ومش هكلمه. يعني عاجبك وضع البنت كده؟ لا طبعا مش عاجبني وضع البنت كده، ولا وضع البت هند، ولا وضع آسر. بس اقول ايه؟ قدري ونصيبي. حظهم كده بقى، نعمل ايه؟ حظهم ده ايه؟ حظهم ان امهم ما عرفتش تربيهم كويس. يا سلام، يعني انا ربيتهم لوحدي؟ اه طبعا ربيتيهم لوحدك. ربيتيهم على الانانيه وعدم المسؤوليه. اللي فلتت من تحت ايديك هي فيروز بس، بالرغم انك انت دلوقتي عايزه تبوظي حياتها زي ما بوظتي حياه اخواتها. قصدك ان انا سبب يا صلاح؟ طبعا. انت مش عارفه انك انت ضيعتيهم ولا ايه؟ يا سلام، طب لو مش عاجباك تربيتي ما كنت ربيتهم انت. لا، ده كان لازم اتجوز لهم واحده تانية غيرك انت خالص عشان تعرف تربيهم كويس. انت قد الكلمه دي يا صلاح؟ بجد انت قد الكلمه دي؟ طب ورينا شطارتك يا حبيبي، روح اتجوز، هات لهم واحده تربيهم. بنت صفيه، ايه اكتر حاجه بتحبيها فيا؟ بص يا طه، كل اللي اعرفه اني بحب كل حاجه فيك. يعني ايه اكتر حاجه بتتزفتي تحبيها فيا؟ كل اللي اقدر اقوله لك اني بحس اني اسعد واحده في الدنيا واني جنبك، وبحس بوحده ووجع في قلبي وانت بعيد عني. بس كده يا طه، وانت قول لي ايه اكتر حاجه بتحبها فيا؟ الحقيقه ولا حاجه يا صفيه. ولا حاجه؟ ليه كده بس يا طه؟ يا بنت بهزر معاكي. انا يا صفيه لو لفيت الدنيا كلها مش هلاقي واحده في ادبك وذوقك واخلاقك وهبلك، علشان كده قررت اتجوزك. تتجوزني؟ ايوه اتجوزك. هتتجوزني يا طه؟ طب احلف يا طه. عليا الطلاق هتجوزك. بس اسكتي يا بنت، اسكتي اسكتي، وجع بطنك.